إذا متابعينا الكرام في هذا الخبر المهم، كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة في هذه الصورة من الموقع الرسمي ديال الكاف. الموقع الرسمي ديال الكاف يعتمد رسميا النتيجة النهائية ديال المباراة النهائية لكأس أفريقيا 2025. وكما تشاهدون هنا البطل هو المغرب، البطل هو المغرب. وانا ما اعتقد بانه كاين مازال بعض القوانين اللي خصها تطبق، لان السنغال ما خصهاش تبقى في المرتبه الثانيه، ما خصهاش السنغال تبقى في المرتبه الثانيه بحكم انها منسحبه، فيجب تطبيق مواد اخرى. وهذا الشيء علاش هما خايفين من انهم يمشيو للطاس، لانهم خايفين حتى المرتبه الثانيه يفقدوها، خايفين من انه حتى المشاركه في كاس افريقيا 2027 ما يقدروش على انهم يشاركوا فيها. فبالتالي متابعينا الكرام، هذا الشيء علاش لحتى يومنا هذا، حتى هذه الساعه، انا كنهضر لكم حتى هذه الساعه مازال ما كاين حتى شي خبر رسمي، مازال ما كاين حتى شي خبر رسمي على ان السنغال مشات للطاس، ولا او على ان السنغال حطت الملف ديالها في الطاس. علاش؟ لانه كما قلنا خايفين من انهم يمشوا للطاس ويتعرضوا لعقوبات اكثر مما تعرضوا اليها الان، بما في ذلك عدم المشاركه في كاس افريقيا 2027. اذا ما يهمنا الان متابعينا الكرام بان المغرب هو البطل، المغرب هو بطل كأس إفريقيا، هو المتوج بكأس إفريقيا 2025. فيما يتعلق بالبروتوكولات والتهاني وما إلى ذلك، أعتقد بأننا غادي نستناو حتى تمر المرحلة ديال الطاس، إلا كانوا غادي يمشيو للطاس أصلا. وهما بالمناسبة عندهم واحد المدة، عندهم واحد الحيز الزمني، عندهم واحد الأجل اللي ما خصهمش يفوتوه باش انهم يمشيو للطاس. ما عرفش صراحه شحال في هذا الحيز الزمني، الا كان شي حد عنده شي معرفه دقيقه بالموضوع ولا شي معلومه رسميه حول الموضوع يفيدنا في التعليقات. شحال المده اللي عند السنغال باش انهم يوضعوا الاستئناف ولا ملف الاستئناف في الطاس؟ حتى هذه الساعه، حتى هذه اللحظه، انا اقول لكم حتى هذه اللحظه مازال ما كاين حتى شي اعلان رسمي على ان السنغال مشات للطاس، لان كما ذكرنا يوم امس خايفين من انهم يمشيوا، خايفين من انهم الا مشاو تسلط عليهم عقوبات اكثر. كما ذكرنا يوم امس كذلك في بعض التقارير الاعلاميه، فان المغرب موجد انه باش يطالب بتطبيق العقوبه ولا الماده 59 والتي تقضي بتسليط عقوبات اكثر على السنغال وما الى ذلك من هذه المسائل. فهما ما باغينش يغامروا وما باغينش على انهم تسلط عليهم عقوبات اكثر مما هي مسلطه عليهم الان. تحيد لهم اللقب، مشات لهم الميداليات ومشات لهم الجائزه الماليه. حتى الان الموقع ديال الكاف دايرهم في الرتبه الثانيه، واعتقد بان حتى الرتبه الثانيه ما كيستاهلوهاش، لان الانسحاب كيقول لك بان جميع الجوائز وجميع الترتيب وكل هذه المسائل ما كتبقاش لهم. فبالتالي اللي خاص يوقع هنا الا جينا نطبقوا القانون، نيجيريا خاصها تكون هي الثانيه ومصر خاصها تكون هي الثالثه. هاد المصريين اللي جالسين كيبكيو وكيشكيو علينا يا مسخط الوالدين، راه الا طبقنا القانون الكامل على السنغال غتكونوا هما المرتبه الثالثه في التصنيف ديال كاس افريقيا 2025. ما فهمش انا علاش نتوما صاعرين وساخطين ومجعورين وما عجبكمش الحال وما الى ذلك من هذه المسائل. ما علينا، وحنا اللي كيهمنا في نهايه المطاف هو ان اللقب هو ديال المغرب، موثق ديال المغرب، وهذا هو المهم متابعينا الكرام، وهذا ما يهمنا بشكل اكبر ولا بشكل اكثر في الموضوع. اذا المغرب هو بطل افريقيا متابعينا الكرام. يوما بعد يوم كتزاد تصريح بعد اخر اللي كيوضح واللي كيوثق بان المغرب يستحق الكاس، وبان الملف ديال السنغال هو ملف ضعيف وصعيب بزاف انهم يمشيو به للطاس وينجحوا. وما دابا ولاو كيشوفوا انهم غادي يمشيو للطاس غادي يتعرضوا لعقوبات اكثر. فبالتالي على ما يبدو ان هناك خلاف داخلي، غالبا غادي يكون واحد خلاف داخلي. كان اللي كيقول خصنا نمشيو للطاس وكان اللي كيقول ما خصناش نمشيو للطاس. وشفنا البارح واحد التصريح ديال واحد اللاعب ديال المنتخب السنغالي اللي قال بانه مستعد انه يجمع الميداليات ويرجعوهم للمغرب، ثم قال كذلك بانه شنو سميتو، بانه لو كان مكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فما يمشيش للطاس، ما غاديش يمشي للاستئناف. ولا ربما هذه التصريحات هي تمهيد كيمهدوا بها للسنغاليين باش انهم ما يمشيوش للطاس، محكمة التحكيم الرياضية. هذا والله اعلم طبيعة الحال، هذا فقط مجرد تحليل، مجرد تخمين للتصريحات اللي خرج بها واحد اللاعب ديال المنتخب السنغالي يوم امس، واحد المدافع ديالهم اللي قال انه مستعد يرجع الميداليات للمغرب،
وان لو كان مكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم فهو ما غاديش يمشي للاستئناف في الطاس، ولا ربما كما قلت لكم هذا تمهيد باش انهم ما يمشيوش، لان كيشوفوا بان القضيه حامضه، كيشوفوا بان الدفعات ديالهم ضعيفه، كيشوفوا بان التصريحات ديال الخبراء القانونيين خصوصا الخبراء ديال الطاس اللي مختصين في الطاس كيقول لك اودي بان النسبه باش ان السنغال تمشي وتقبل ليها الاستئناف وما الى ذلك واحد النسبه اللي هي ضعيفه بزاف. والاكثر من ذلك يقول لك بانه كاين هناك احتمال كبير انه تزاد عليهم العقوبات، فبالتالي السنغاليين ولاو كيشوفوا بان القضيه حامضه. فحتى هذه الساعه مازال ما كاينش حتى شي اخطار رسمي ولا اعلان رسمي بانهم غادي يمشيو للطاس. فبالتالي غادي نستناو غادي نشوفوا فين غادي تمشي الامور. سننتظر ونرى واش غادي يمشيو فعلا ولا ما غاديش يمشيو. في حاله ما مشاوش غادي يهنيونا وغادي يهنيو الوقت، غادي يهنيونا من هذا الصداع ديالهم، وديك الساعه غادي نمشيو نديروا الاحتفاليات ديالنا بطبيعه الحال، ولا ربما غادي تكون غادي يكون شي احتفال أولا أحب أبارك للمنتخب المغربي حصوله على بطولة كأس أفريقيا من المنتخب السنغالي. وطبعا في بكاء من الإعلام السنغالي، بكاء من الإعلام الجزائري، بكاء من الإعلام المصري بعد فضيحة السنغال، بعد فضيحة سحب اللقب من السنغال. منتخب السنغال بعد ما خلاص حط في بطنه بطيخة صيفي بالبلد كده، بعد ما العالم العربي والأفريقي كله اقتنع خلاص سلم أمره لربنا عز وجل إن البطولة سنغالية، وشاء القدر وربنا ينصر المغرب المظلوم، وربنا يقف جنب المغرب المظلوم. فالمحكمة الرياضية تحكم بسحب اللقب السنغالي وإعطائه للمنتخب المغربي في حاجة من الحاجات النادرة اللي شفناها في أفريقيا. بصراحة قرار غير متوقع، قرار صعب جدا جدا على كل حاقد وكل حاسد على المنتخب المغربي، صعب جدا جدا على الإعلام السنغالي، صعب جدا على الاتحاد السنغالي، صعب جدا جدا على الجمهور السنغالي اللي شفناه بعد ما وصل المنتخب السنغالي بالكأس أفريقيا. الشعب كله حرفيا كان بيستقبل هذا المنتخب أو هذه بعثة المنتخب السنغالي، لكن في لحظة كده كل حاجة تنسحب من تحت أقدامهم بقرار من المحكمة الرياضية، والكاف الأفريقي ورئيس الكاف الأفريقي يطلع ويعتذر للمغرب إن هو كان ظالم المغرب، ويعتذر للمنتخب المغربي إن هو كان ظالم المنتخب المغربي، ويعتذر عن سوء الفهم اللي حصل، وبيعلن إن بطولة كأس أفريقيا للمغرب كانت أنجح بطولة على مر العصور. يعني المغرب لما بتنظم بطولة يا جماعة احنا كلنا عارفين إن هما بينظموها على مستوى عالي جدا، علشان في وشهم احنا اللي منظمين بطولة أفريقيا، فلازم نعمل حاجة محدش يطلع علينا غلطة. وده اللي احنا شفناه من المنتخب المغربي، وده اللي احنا شفناه من المملكة المغربية، ده اللي احنا شفناه من الجامعة الملكية، وده اللي احنا شفناه من الأستاذ فوزي لقجع بتميزه وحفاظه على نجاح هذه البطولة لآخر المباراة. صعد المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي لنهائي كأس أفريقيا، وحصل جدال كبير جدا جدا جدا، وحصل اعتداءات، وحصل مشاكل كثيرة
أدت إلى إجبار المنتخب المغربي لضياع ركلة الجزاء بقيادة إبراهيم دياز أساسا مش هو الأساسي اللي بيشوط ضربات الجزاء، لكن كان مختير بالاسم إن هو اللي يشوط علشان يضيع ركلة الجزاء، وعارف هو هيشوط فين، وعارف حارس المرمى نفسه كذلك الأمر، عارف هتتشاط فين وهتتصد علشان منتخب السنغال يرجع يلعب تاني البطولة. شفنا كمية تهورات من السنغال، ما يعرفوش إن المحكمة الرياضية هتحكم للمنتخب المغربي بسحب اللقب من منتخب السنغال. ما يعرفوش إن الأستاذ فوزي لقجع هيقدم شكواه وهيرفع شكواه لأعلى درجة. ما يعرفوش كل الكلام ده. فحابب أبارك للمنتخب المغربي تتويجه وبطولة كأس أفريقيا. حابب أبارك للأستاذ فوزي لقجع على اهتمامه الكبير إن هو يجيب حق المنتخب المغربي ويرجع الكاس الغالية للمنتخب المغربي، ليصبح المنتخب المغربي حاصل على بطولة كأس أفريقيا بعد 50 عام من الجفاف. إن شاء الله بإذن الله نشوف دايما نجاحات لأبناء المملكة المغربية الشريفة.